ولكن هناك فئة قليلة لا خبرة لها ولا وجود لها في الشارع أرادت أن تركب الموجة لتحدد أو تنفذ إملاءات خارجية وتسعى إلى كرسي الحكم عبر ركوب الثورة واختطافها. من تقصد بهؤلاء؟ أقصد ما يسمى بالحرية والتغيير قحط، وما تسلل أو ما انقسم منها من أجسام معه. لكن الحرية والتغيير أو ما تسميها قحط هي لم تنشئ الدعم السريع، لم تسلح الدعم السريع، لم تعطيه الإطار القانوني والشرعي وتجعل قائد الدعم السريع نائبا لرئيس مجلس السيادة. هي بالتأكيد تعمل. هذه الميليشيا لم تتأسس في هذا بالتأكيد، وهي معلومة مؤكدة. شاهدنا من الذي سلح الدعم السريع وجعله يتمدد؟ من الذي سلح الدعم السريع وجعله يتمدد ويدخل أكثر من 70,000 مقاتل إلى العاصمة السودانية الخرطوم؟ من الذي فعل ذلك؟ الدعم هذه الميليشيا تمددت بوجود قائدها كنائب لمجلس السيادة، استقلت ظروف البلاد الحرجة التي تمر بها والانقسام السياسي الحاد الذي كان تمر به البلد، استغلت هذه الظروف بمساعدات وإملاءات خارجية. وهل كان يعلم ذلك الفريق البرهان قبل هذه الحرب أم لا؟ القوات المسلحة ساعدت جاهدة لتفادي هذه الحرب، وعملت جاهدة لحفظ السودان، لأنها تعلم جيدا أن هذه الحرب إذا بدأت ستكون عاقبتها وخيمة. أنا ما سألت فيه لماذا استمر الفريق البرهان على الحفاظ وعدم إزاحة الفريق حميتي عن منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة وهو يعلم أنه يخون بلاده كما تقول ويعمل لصالح أجندات خارجية؟ لماذا أبقى عليه حتى قامت الحرب في 15 إبريل؟